تفتكر ممكن تبدأ مشروع فراخ بلدي ب 150 جنيه بس؟ مش هقول لك 1000 ولا اقول لك 2000، انا بتكلم عن 150 جنيه. والاغرب من كده فعلا ان بجد ال 150 جنيه دول هم كانوا بداية المشروع اللي قدامكم دلوقتي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم ابو ياسين، قناة غاوي خسارة بمزاجي، ويلا بينا اقول لكم الحكاية. والنهارده هحكي لكم قصة الفراخ البلدي اللي هي عندي، واللي بصراحة هي من اكتر التجارب اللي علمتني ان المشروع مش دايما بيبدأ براس مال كبير، ساعات بيبدأ بعدد صغير جدا، لكن اللي بيكبره فعلا هو الصبر وحسن الإدارة. انا بدأت من اكتر من سنتين بفرختين وديك، كان عمرهم وقت ما اشتريتهم شهر واحد بس. سعر الفرخة كان 50، قول في الثلاثة اللي هم الفرختين والديك يعني كان بالفعل 150 جنيه. بس انت ممكن حد دلوقتي يسألني سؤال ويقول لي وانت هتعمل ايه يا ابو ياسين بثلاث فرخات؟ يا ترى هتعمل منهم مشروع ويا ترى هتكسب منهم؟ هقول لك انت استنى عليا بس واسمع القصة للآخر وشوف الفيديو للآخر وانت هتفهم انا قصدي ايه. المهم لما الفرخة والديك وصلوا معايا لمرحلة الانتاج بقى ساعتها في بيض، وطبعا باخد البيض كنت بوديه للفقاسة، فكان ما شاء الله يتحول لكتاكيت. ولما كنت ببيع نص الحاجات بس، يعني كنت كل ما يطلع عندي انتاج ابيع جزء واحتفظ بجزء، والجزء اللي كنت ببيعه هو اللي كان بيصرف على الجزء التاني. وبكده انا كنت بكبر المشروع، يعني بدل ما كل مرة كنت ابدأ من الصفر واروح اشتري فراخ او كتاكيت جديدة، فكنت بخلي المشروع بنفسه هو اللي ينتج لي الجيل اللي بعده. ومع الوقت الفرختين ما شاء الله والديك اللي هم الاساسيين ما بقوش مجرد 3 طيور بس، ده ما شاء الله الوقت وصلوا لاكتر من حوالي 50 فرخه على وش شغل و10 ديوك، وعندك حوالي من 30 ل 40 كتكوت عمر 15 او 20 يوم. طبعا كل الانتاج اللي قلت لكم عليه ده مش هو كل انتاج ال3 طيور بس، انا اخدت منهم انتاج على مدار اكتر من سنه من بيض وكتاكيت ولحم. يعني المشروع خلال الفتره دي بنتج منه وببيع وبكبره في نفس الوقت، وده بالظبط اللي عايز اوصله لكم يا ابطال. انت مش لازم تبدا مشروعك ب50 او ب100 فرخه، ولا حتى لازم يكون معاك مبلغ ضخم علشان تبدا. ابدا يا باشا بعدد صغير جدا وخلي الانتاج نفسه هو اللي يساعدك في تكبير المشروع. والجميل في مشروع الفراخ البلدي يا شباب انه مش مشروع له باب واحد بس، لا بالعكس ده ليه 3 بيبان، بيض ولحم وكتاكيت. يعني نفس الفرخه ممكن تكون جزء من انتاج البيض، والبيض يدخل في التفريخ، والتفريخ يطلع كتاكيت، والكتاكيت تكبر وتبقى فراخ تنتج وتبيض، وطبعا ديوك تخصب وتتباع عشان تساعد في التكلفة. وعلشان كده انا هقسم القطيع اللي قدامكم دول يا ابطال لنصين. اول نص هيكون 25 فرخة وديكين، هدف المجموعة دي هيكون انتاج الكتاكيت واستمرار الدورة بتاعة المشروع. وطبعا هنا حد هيقول لي ديكين قليلين على 25 فرخة يا ابو ياسين، هقول له دول لسه اول عمرهم يا غالي ولسه في قمة نشاطهم، وطبعا هتابع معاكم التخصيب اول باول وباذن الله اقول لكم النتيجه على ارض الواقع. اما ال 25 فرخه التانيين انا هخليهم لانتاج البيض، اما بقى ال8 ديوك اللي هيبقوا زياده انا هبيعهم وبفلوسهم هجيب اكل ليهم. وده يا ابطال جزء من دوره المشروع اللي انا بقول لكم عليه، لان انا مش هستفاد حاجه معلش من الديوك غير تكلفتهم وغير ان انا هوكلهم، وده طبعا هيبقى خساره عليا. واللذيذ في الموضوع اصلا ان انا ال 150 جنيه اللي انا بدات بيهم هم ما كانوش مجرد مبلغ دفعته خلاص، انا حطيتهم في بدايه صغيره، والبدايه انتجت والانتاج اتباع واتربى، واللي اتربى انتج تاني والجيل الجديد كبر، وهكذا لحد ما وصلت للشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا انا مش بقولك ان ال 150 جنيه هتعمل لك مشروع منتج، لا، انت ممكن بال 150 جنيه دول تجيب 3 فرخات وتموت منك من الاهمال. يبقى الفيصل هنا هو الصبر والاداره والطموح. اللي انا عايز اوصله لك في الفيديو ده ان اوعى تخلي راس المال الصغير يمنعك او يوقفك. ابدأ بامكانياتك وتعلم واصبر وما تستعجلش النتائج، لان الاستعجال هيجيب لك يأس وهيخليك تبطل تربية بدري. ولو عندك مكان صغير وبتفكر تبدأ بفراخ بلدي ما تستناش لما لازم يبقى معاك مبلغ كبير. هو صحيح البداية بسيطة او 150 جنيه، لكن صدقني مع الوقت هتلاقي نفسك بتبني مشروع اكبر بكتير مما كنت متخيل. ولو انتوا حابين ان انا اعمل لكم الجزء الثاني اقول لكم فيه بالتفصيل بقى دراسة الجدوى بالجنيه الداخل والخارج، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ان كنتوا عايزين الجزء الثاني. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير، لو لسه ما اشتركتش اشترك وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كومنت، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام عليكم.